السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة درس جديد ولكنه يكون مختلف عن المحاضرات اللي احنا بننزلها شوية. درس كتير قوي اتطلب مني، ألا وهو ازاي اجيب اشتراك كانفا برو بشكل مجاني. ولو ضاعت مني تصاميم هل ينفع ان انا لو انا رافعها عندي على الجهاز اعدل فيها ولا لا باستخدام الكانفا برو او الحساب الجديد اللي احنا ان شاء الله هنحصل عليه بطريقة مجانية 100%. اول حاجة هتخش على موقع اسمه اوكزام ده، معرفش السبيلنج بتاعه ايه بس هو كنز حقيقة. الموقع ده محترم جدا. طب الموقع ده بيقدم ايه؟ الموقع ده بيقدم خدمات اللي هي مثلا عندك اشتراكات نتفليكس، عندك الحاجات دي كلها، عندك اشتراك يعني مش شاهد قوي، يعني اشتراكات عامة، موقع اشتراكات. حلو الكلام. فانت اول حاجة بتعمل فيه اللي هو الايميل بتاعك. خلاص، بتسجل هنا الايميل بتاعك وبتخش بايميل عادي جدا. خلاص. بتكتب رقم تليفونك، اي رقم تليفون، وهكذا. طبعا انا عملت ايميل. حلو الكلام. فهقدر ان انا اسجل على طول من خلال الموقع ده. دخلت موقع، عملت ايميل، مفيش اي حاجه صعبه. عملت بعد كده ساين ان. زي ما قلت لك هو بيقدم خدمات واشتراكات. يعني مثلا هو هنا محرف ايه، محرف جيميناي، اللي كاتب لك مثلا جيميناي بالاسلوب ده عشان ما ايه، السيو ما يعاقبش الموقع ده. جروك مثلا كاتبها بالطريقه الفلانيه، كلاودي مثلا كاتبها لك بالطريقه الفلانيه. فبيقول لك والله ان انا عندي اشتراكات، هل احنا هناخد حاجه من الاشتراكات دي او دي؟ اقول لك لا، الاشتراكات دي مدفوعة. طب احنا عايزين الحاجة المجانية. هو مقدم كانفا برو بشكل مجاني، يجيب رجل الناس من خلال كانفا برو، فاحنا نستفيد من الثغرة اللي هو عاملها. فبنيجي هنا على كانفا برو ده، بيقول لك فيزيت ذا اوفيشال ويب سايت. يعني ايه؟ يعني روح على كانفا، حساب الموقع بتاعك اللي اسمه كانفا. حلو الكلام. ما تسجلش اي حساب ولا اي حاجة. تاني حاجة بيقول لك ايه، بنتبع الخطوات. شوز كونتينيو ويز ايميل. يعني انا هعمل لوجن وكونتينيو with in another continue with email. تمام ماشي. روح كده على اللي هو اليوزر والباسورد اللي هو عطيهم لي دول اهم. بعد كده اعمل ايه، كونتينيو. بعد كده اروح هنا على الباسورد اللي هو عطيهولي، واروح هنا اعمل ايه، سوري ثواني، هناخد هنا كده كوبي للباسورد، وبعد كده هنحط ايه الباسورد اهو نفس الباسورد. وعملنا لوجن. طبعا ما بنصحكش ان انت تغير الباسورد ده، لان زي ما انت شفت الموضوع بيبقى مش احسن حاجه. فانت ما تغيرش ايه الباسورد. خلاص. فهتيجي كده يقول لك الباسورد غلط. طب نعمل ريفرش. ونيجي هنا هتلاقي الباسورد نفسه اتحرك او اتغير اوتوماتيك. تيجي تعمل كده يقول لك الباسورد غلط. طيب هنيجي ناخد لو عاكس معاك كده، هترجع للايميل نفسه، هتشوف هو نفس الايميل ولا لا. الايميل اتغير، فمعنى كده ان انا لما بعمل ريفرش الايميل بيتغير مع كل ريفرش. حلو الكلام. فهلحق ايه، اخد ايميل عادي وهاخد الباسورد عادي جدا واعمله كوبي بيست. كده دخلت على اهو على الاكونت. بعد كده بيقول لك ايه، لما يدخل معاك هيجي لك كود. طب الكود ده انا اخده منين؟ عندك لينك كده هتدوس عليه، هتلاقي بعت لك ايه، في باسورد كده. حاول انت تاخده بسرعه، طبعا الموضوع يعتمد على السرعه شويه. ولما تلاقي الموضوع فشل معاك اعمل ريفرش وجرب ايميل جديد. فشل معاك اعمل ريفرش وتاخد ايميل جديد. الموضوع مش هيكلفك دقيقه، بدل ما تقعد ان انت يعني ايه الموضوع يبقى بالنسبه لك لازم عايز كانفا برو واشتراكات لا. فاهمني ازاي؟ طيب قفل معاك او الايميل نفسه قفل معاك، هتعمل ايه؟ هتيجي على الموقع ده وتاخد ايميل جديد وتدخله، والامور بالنسبه لك تبقى ايه، تبقى زي الفل. خلاص. طيب الخطوه التانيه بقى، ازاي ان انا اعمل شغلي وفي نفس الوقت احفظ شغلي. هاجي مثلا، انا هعمل لك مثال عملي وتطبيقي دلوقتي. هروح على مثلا كاستم سايز، هروح على مثلا حاجه قديمه كانت موجوده عندي على جهازي، وهطلع لك منها لايرز اقدر ان انا اعدل فيها. هنشوف دلوقتي الكلام ده. يعني انا مثلا عملت تصميم او صوره، عملت صوره قبل كده بكانفا. طبعا هيبقى في مشاريع لناس غيرك لان انت مشارك الاكونت ده مع ناس تانية. فانا مثلا عندي مشروع او صوره واحده بس، اللي هي مثلا الصوره دي كنت عاملها بكانفا. ركز معايا.
دي صورة انا عاملها بكانفا، خلاص مش بأي برنامج تاني. فدخلت الصورة دي وعملت ايه، حطيت الصورة دي هنا، مش اي حاجة صعبة. ودي بالنسبة لنا صورة ما نقدرش ان احنا نتحكم في اي حاجة فيها. حلو الكلام. طيب هاجي كده على الصورة دي واروح رايح هنا على حاجة اسمها edit، واروح رايح هنا على حاجة اسمها ماجيك لاير. ماجيك لاير. فادوس على الماجيك لاير دي، هيحول لي الصورة اللي عملناها بكانفا قبل كده للايرز، اقدر ان انا اشد واتحكم فيها كأني عامل التصميم ده دلوقتي حالا. هياخد مثلا دقيقة ولا حاجة او اقل من دقيقة. بيحول لك الصورة ده لاير وده لاير وده لاير وده لاير وده لاير. كل الحاجات دي اهي زي ما انت شايف كده بقت لايرز، بقت عبارة عن لايرز اهي. اقدر ان انا اتحكم فيها، اقدر ان انا اغير. اقدر ان انا اغير مثلا الكلام نفسه اهو. اقدر ان انا اشوف التطبيق ده اغيره، اقدر ان انا احرك الصورة، اقدر اعمل اي حاجة من خلال الاكتشاف العظيم اللي اسمه اوكزام ده. ومن خلال برضو الأداة المحترمة جدا اللي اسمها كويك اديت او كويك لايرز. تمام. فبكده يبقى انت لو عندك تصميم قبل كده، حطيت التصميم عدلت عليه وامورك تمام. عندك والله شغل قديم ممكن ترفعه وتبدأ تشتغل عليه. بس النصيحة الذهبية هنا انك تخلص اي شغل ترفعه فورا فورا على الجهاز بتاعك. حمله فورا على الجهاز بتاعك، حمله في فولدر، علشان لو اتقفل الايميل ده عندك الطريقة انك تفتح بيها الايميل، وعندك الأداة اللي تقدر تحمل او تقدر تعدل بيها على اي تصميم انت عملته قبل كده من كانفا. طب احنا كده يعني ظبطنا موضوع الاشتراكات بتاعت كانفا وخلصنا والحمد لله. فكرك ان احنا عندنا جزء دعائي كده، الاكاديميه بتاعتنا خلاص الكورس المنصات التعليميه، تصميم المنصات التعليميه خلاص نازل في السكه، يا دوب ان هو نزل فيه الحمد لله اول محاضره، هنعلنه على الموقع. فكرك انك لو عايز تكلمني بشكل شخصي هتدخل على الحساب بتاعي، وهتلاقي تدخل على الحساب بتاعي من تواصل معنا، وهتلاقي الرقم بتاعي هنا واتساب. عندك البريد الالكتروني، سيبك من البريد الالكتروني، عندك واتساب وعندك رقم التليفون. بس اتمنى يكون الدرس بتاع النهارده افادكم. وانا عارف ان كتير ما حدش بيشرح الحاجه دي، بس انا قلت برضو ايه، دي حاجه طالما هتفيدكم نشرحها، مفيش اي مشكله. والسلام عليكم.